حياكم الله واهلا وسهلا بكم. عندنا اليوم هاي المروحه، هاي الشركه، هذا الصناعه مالته باكستاني. هذا اذا نلاحظ هنا هاي الشركه. العطل اللي موجود بهاي المروحه واكثر الاعطال اللي تصير بمراوح السقفيه، عندنا هنا البوربرين خفيف جدا، لكن من نشغل المروحه الفرة مالتها تكون بطيئة جدا، ومرات تتوقف المروحة لازم تفرها بيدك الا تفتر بطيئة جدا. هسه نشغلها ونشوف. لاحظ هنا البوربرين خفيف جدا، هسه نشغل عليها ونشوف. لاحظ هذا الصوت، ونحفظ اتجاه الدوران، نفصل عنها الكهرباء ونشغل. لاحظ هاي الحالات اللي تصير بالمروحة السقفية. المكثف هو العطل الأول. العطل الثاني اللي يصير بالمروحة هو الملف البدائي. مرات البوربرين راح عندك يجيم وتصير ثقل بالبوربرين، توقف المروحة ويحترق الملف البدائي. مرات الكهرباء تجي 220 تصعد الفولتية أكثر من 220، فيضرب عندك المكثف. هسه نفتح ونشوف. لاحظ هنا، لاحظ المكثف. راح نغير هذا المكثف ونشغل على المروحة ونشوف الدوران مالتها والتغيير اللي يصير بالجهد اللي موجود بداخل المروحة. احنا هسه استبدلنا المكثف 2 UF القديم، 2.2 UF. راح نشغل ونشوف العزم والدوران. شاهد